3 اسباب بيخلوا البنك الاهلي من اقوى الناس اللي بتلعب لعبه الماركتنج صح. 1. البنك الاهلي لحد من سنه ما كانش بيعمل اي كولابوريشنز سواء مع سيلبرتيز او انفلونسرز، ولكن مؤخرا شفناه عمل كولابوريشنز مع حمائي، ويجز، عصام عمر واسلام فوزي، وده كان طريق مختلف تماما سواء مع السيلبرتيز او الباور اوف انفلونسرز دلوقتي، وخلى البنك الحكومي مش مؤسسه تقليديه بالذات مع جين زي. 2. وجودهم قوي في تشانلز مختلفه زي لايف ات ام بي اي، وان يبقى مؤسسه حكوميه عندها القدره انها تشير بيئه العمل بتاعتها على السوشيال ميديا بشكل غير تقليدي، فدي نقطه تستاهل التحيه بصراحه. 3. دعموا للشباب القريبين قوي من جين زي زي حاوي، 3 اخوات، ده غير طبعا الاولمبيكس السنه اللي فاتت، بيثبت لك فعلا انه بنك اهل مصر بكل اعمارهم وفئاتهم المختلفه. وفي اخر الفيديو حابب اقول ان انا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت ولو على جزء صغير من البروجكتس دي. انا كنت بتدرب از ماركتنج انترن في البنك الاهلي سنه 2024، وحقيقه انا ممتن جدا للمكان ده وكل الناس اللي انا اشتغلت معاهم وعلموني كتير جدا، وانا فعلا لويال للمكان ده. وفعلا البنك الاهلي المصري هو بنك اهل مصر.